ازيكم؟ واحدة بتقول جوزها طلع والده من شهرين عمرة على حسابه. يعني ابن بار ما شاء الله عليه، يعني حس ان ابوه نفسه يطلع عمرة فطلعوا عمرة على حسابه. وبعد ما رجعوا من العمرة جابوا هدايا وكانوا راجعين مبسوطين وكل حاجة وتمام، عمرة يعني مقبولة ان شاء الله يعني. المهم بعد كده البنت بتقول بعديها بشهر كده أو حاجة، كان عندها مناسبة، رايحة فرح، وبعدين بتدور على السلسلة بتاعتها عشان تلبسها، ما لقيتهاش، ابتدت تقلق. فكلمت جوزها وقالت له أنا دورت على السلسلة بتاعتي في كل حتة مش لاقياها، فمش عارفة راحت فين ومش عارفة أعمل إيه. فقال لها لا لا لا، ولا تدوري ولا أي حاجة يا ستي، السلسلة أنا خدتها وطلعت بيها بابا العمرة. طب يعني حضرتك ما قلتلهاش ليه قبل ما تطلعوا العمرة بالفلوس بتاعت البنت يعني؟ المهم، فقالت له ازاي تعمل كده من غير ما تقولي، وحصل ما بينهم مشكلة او خناقة يعني. وقال لها ازاي يعني انت مستخسرة فيا الفلوس، ويعني ده والدي وان انا بكرمه وان انا يعني كان نفسه يطلع عمرة، فحبيت احقق له الامنية بتاعته، وده عادي يعني، فلوسك فلوسي وفلوسي فلوسك يعني والحاجات بقى يعني اللي هي الكلام الفارغ اللي بيتقال في الحاجات دي يعني، في الحوارات دي هو مش عارف يقول ايه يعني، فبيحاول يبرر لها بأي حاجة يعني. فالمهم هي اتخانقت معاه وسابت له البيت ومشيت، وبيتصل عليها ما بتردش، وبتقول ان السلسله دي اصلا اللي جابها لي والدي مش هو اللي جايبها لي، فازاي هو ياخدها ويعمل كده هوت من ورايا؟ هل هو له حق في اللي عمله ده فعلا زي ما هو بيقول؟ وهو دلوقتي غلطان ولا لا؟ العمره حلال ولا لا اللي هم عملوها؟ آه، وانا مش عارفه اعمل ايه، انا زعلانه منه جدا ومتضايقه جدا وسبت البيت ومشيت. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم يعني. اولا يعني ان الله طيب لا يقبل الا طيب، يعني اي فلوس بنطلعها لازم تكون نتيجه ان دي اولا فلوسنا اللي احنا جايبينها من عمل شريف، توفرت لينا عن طريق مثلا تجاره، عن طريق ارث، عن طريق عمل، عن طريق اي طريق شريف، مصدر دخل شريف. مش هروح ان انا اسرق وبعدين اقول اما بقى ايه ازكي المال ده واطهره كده. فكان في ناس عندها هذا الاعتقاد، تقول ان انا لو سرقت مثلا 100 جنيه اروح مطلع منها 10 جنيه، وبما ان الحسنه ب10 امثالها، ال10 جنيه هيبقى قيمتهم كانهم 100 جنيه، فطهروا ال100 جنيه اللي معايا وتبقى كده حلال عليا. لا، هي مش حلال عليك، هي مش حلال عليك ولا حاجة يعني، ده انت كده يعني تشغل دماغك يعني، مش فاهمة يعني تشغل دماغك على ربنا يعني، استغفر الله العظيم يعني. لا، هي هتفضل فلوس مسروقة او فلوس مش سليمة، فلوس ملوثة، مش تمام اللي انت عامله فيها ده، فما ينفعش. ف الفلوس اللي انت طلعت بيها ده انت رايح عمرة ده انت مش طالع مصيف، انت طالع عمرة يعني طالع مكان بتتوب فيه من الذنوب. فانت يعني قلت يعني بالمرة بقى اروح اعمل العملة دي بقى واروح بقى اغسل كله فم واحد، يعني ما ينفعش ما ينفعش. احنا يعني المفروض ان احنا طالعين بنتطهر ماشي من ذنوب وقعنا فيها وكل حاجة، لكن ما بقاش انا بقى حاطط ده هدف قدامي هعمله واروح. لا، ما ينفعش كده، اللي انت بتقول عليه ده يعني سلوك ملتوي مش سليم يعني. فانا مش فاهمه ازاي انت جه في بالك ان انت تطلع عمره من فلوس انت سارقها. دي فلوسها وذمه ماليه منفصله، قلنا ان الزوجه ليها ذمه ماليه منفصله بتاعتها هي، حتى لو انت اللي جايب لها الذهب ده، حتى لو انت اللي جايبه مش والدها اللي جايبه، يعني والدها له حق فيها في المطالبه بهذه السلسله، ان هو لو تعذر مثلا هيبقى له عين ان هو يطلب منها، يقول لها معلش انا اتعذرت فيها وادهاني، فله عين هو اللي جايبها. لكن انت مش جايبها، ولو جايبها خلاص هي اصبحت برضو ذمه ماليه خاصه بيها. فبرضك عشان يبقى لك عين، يعني ساعتها يبقى لك عين تقول لها، تقول الاول مش من وراها
يعني حتى لو عارف ان هي هتوافق، يعني حتى لو عارف ان هي هتوافق اصلا لازم تستأذنها الاول، لازم حاجه خاصه بيها. يعني ينفع انت تبقى حاطط في بيتك داخل جمعيه، عامل حاجه، شايل اي فلوس على جنب لاي ظرف لحاجه عايز تعملها، تروح هي جايه زي الشطره وداخله على الدولاب مخليها على البلاط مش سايبالك ولا قرش يعني، وراحه بقى فرتك فرتك يعني، هات حمام وطيره ايا كان يعني، ده انت هترجع يعني هتديها يعني، ها هتعمل ايه؟ ده ممكن تطلقوا فيها دي اساسا، ممكن تطلقها فيها اساسا. فانت قله يعني، انت التصرف غير سليم بالمره، تصرف غير سليم بالمره. كان لازم ان انت تستأذنها، يعني انا محتاج ان انا اعمل كذا، انا حاسس ان والدي مثلا نفسه يطلع وعايزه ابسطه كده هوت، فانا محتاج لهذه الحاجه يعني لهذه السلسله. فالست وافقت، اهلا وسهلا، كتر خيرها، ربنا يكرمها ويبارك فيها. طيب افرض ما وافقتش، هي مش ملزمه، هي مش ملزمه ومش مجبوره ان هي تعمل كده، مش بالاجبار، مش عشان انت استأذنتها فيبقى هي لازم توافق، لا، هي انت بتستأذنها عشان هي يبقى عندها علم، ولو ليها رغبه ان هي تساعدك تتفضل تساعدك او تسلفك، يعني هنعتبرها ان هي سلف، هي مش تديها لك كده عشان انا لسه هكمل كلامي يعني. فكان لازم عليك ان انت تستأذنها، لان دي تعتبر فلوسها الخاصة بيها حتى لو انت اللي جايبها. بعد كده كمان انت لو قلت لابوك نفسه يعني ان انا خدت حاجة مراتي من غير ما تعرف الا ابوها جايبها لها وبعتها عشان اطلعك، الراجل يعني ممكن يعني مش عارفة اقول لك ايه، بس انا حاسة كده. يعني لو ابويا انا مثلا وقلت له الله يرحمه يعني، اكيد يعني كان مسكني رزعني علقة يعني تمام، وكان رفض هذا السلوك تماما يعني اي حد محترم هيرفض تماما اللي انت عملته ده. بعد كده هنقول ان انت دلوقتي عايز تبتدي ان انت تصلح علاقتك بيها، او عايزين تحلوا المشكلة او كده، او البنت ذات نفسها اللي بتسأل. طبعا انت ردي عليه، والمفروض انت بقى يعني عايز تصلح الموقف، اولا تعتذر لها، يعني لازم تعتذر الاول وتقر بانك اخطأت في التصرف، يعني التصرف ما كانش سليم اللي انت عملته، وتوعدها وتكون ملزم ان انت ترجع لها اللي اخدته منها، ترجع لها نفس عدد الجرامات، لو تعرف تجيب لها نفس السلسلة تجيبها لها تاني، هتكون ملزم يعني، هتبقى دي في امانتك يعني او عندك يعني او في عهدتك انت، لازم ترجع لها الذهب اللي اخدته منها، عشان هي مش ملزمه، هي اللي ملزومه منك وهي اللي مكفوله منك، مش انت اللي ملزم اللي ملزوم عليها يعني، او مش انت اللي في عهدتها هي، لا. فلازم ان انت ترجع لها الحاجه اللي اخدتها. بالنسبة بقى للعمرة، إذا كانت كده هتبقى حلال ولا حرام، ارجعوا بقى لدار الإفتاء وهم يقولوا لكم إذا كانت حلال ولا حرام. لكن أنا شايفة إن دي شبهة كبيرة جدا جدا، إن أنا أطلع عمرة بمال مسروق، حتى أنت جزء في المال فلوسك أنت طلعت بيها، والجزء التاني أنت سرقته قبل ما تطلع عشان تطلع والدك، يعني عملية فيها يعني قولان يعني. يعني لازم ترجع لدار الإفتاء تقول لك إذا كانت عمرة والدك دي حلال ولا لأ، وارجع لوالدك وعرفه المغرز اللي انت عملته فيه، وبس كده، اديك اتقفشت في الآخر.